أهلا بيكم يا جميلاتي. أنا آية إبراهيم ودي قناتي. لو انت هنا لأول مرة ما تنسيش تعملي اشتراك، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك وشاركيه مع أي حد محتاج ترتيب وراحة بال. قبل ما نبدأ عايزاكي تسألي نفسك سؤال بسيط: هو أنا فعلا محتاجة وقت أكتر عشان بيتي يبقى نظيف، ولا محتاجة طريقة مختلفة؟ عمرك فكرتي ليه في بيوت دايما نظيفة ومرتبة حتى من غير ما أصحابها يقضوا ساعات في التنظيف؟ ليه في ناس مهما تكون مشغولة بيتها دايما مريح، وناس تانية طول اليوم بتجري ورا التنظيف وبرضه حاسة إن في حاجة بايظة؟ الحقيقة بقى إن الموضوع مش مجهود، الموضوع نظام زائد عادات صغيرة جدا بتتكرر كل يوم لدرجة إنهم بيعملوها من غير ما يفكروا. الفيديو ده مختلف، مش مجرد نصايح، ده نظام حياة بسيط لو طبقتيه هتحسي إن بيتك بقى أهدى، أنظف وأريح نفسياً بكتير. خليكي معايا للنهاية، لأن آخر 3 عادات دول هم المفتاح الحقيقي لأي بيت مستقر. يلا نبدأ. أول عادة: كل حاجة ليها مكان. مشكلتنا مش إن البيت صغير، مشكلتنا إن الحاجة مش عارفة مكانها. كل مرة تسيبي حاجة في أي حتة انتي بتسيبي وراكي قرار مؤجل، وقرارات كتير مؤجلة أوي كركبة. اعملي قاعدة واضحة: أي حاجة في البيت ليها بيت ترجع له. اعملي ركن للمفاتيح، طبق صغير للإكسسوارات، شماعة للشنط، ومهم جدا ما تمشيش من مكان إلا والحاجة رجعت مكانها. تاني عادة: ترتيب أول بأول. خليني أقولك حاجة بصراحة، مفيش حاجة اسمها هلم بعدين، في حاجة اسمها هتتراكم بعدين. طبق واحد بيتساب بيساوي 10 أطباق بعد شوية. جربي يوم واحد بس تعملي كل حاجة في وقتها وهتشوفي الفرق بعينك. تالت عادة: سريرك أول ما تصحي. دي عادة شكلها بسيط بس تأثيرها عميق جداً. انتي أول ما بترتبي السرير انتي بتقولي لنفسك أنا مسيطرة على يومي، وده بيخليكي تكملي بنفس الطاقة. وكمان حتى لو الدنيا بايظة السرير المرتب بيغطي على نص الفوضى. رابع عادة: 10 دقايق إنقاذ يومياً. اعملي تايمر 10 دقايق واعتبريهم مهمة إنقاذ. لفي على البيت بسرعة، حاجة على الأرض تترفع، حاجة مش مكانها تترجع، سطح مطرب يتمسح. 10 دقايق يومياً يعني ساعات كتير بتوفريها بعدين. خامس عادة: تقليل الحاجات السر الحقيقي. اسمعي الجملة دي كويس: كل حاجة زيادة في بيتك يعني مجهود زيادة عليكي. كل قطعة ليها تمن، حتى لو مش فلوس فهي وقت وطاقة وتنظيف. ابدأي بالتدريج، درج واحد، رف واحد، واسألي نفسك أنا بستخدم ده؟ بيسعدني؟ لو لأ سيبيه يمشي. سادس عادة: المطبخ يتقفل نظيف. المطبخ هو أكتر مكان بيأثر على إحساسك بالبيت. لو صحيتي ولقيتيه مكركب يومك هيبدأ بتوتر، لو نظيف هتحسي براحة. اعتمدي روتين بسيط قبل النوم: غسيل الأطباق، مسح الرخامة، ترتيب الحوض. مش هياخد 15 دقيقة لكن هيديكي بداية يوم مختلفة تماماً. سابع عادة: سلال التنظيم، اختراع عبقري. بدل ما كل حاجة تبقى لوحدها اجمعيها: سلة للريموتات، سلة للكريمات، سلة لألعاب الأطفال. كده بدل ما تلمي 15 حاجة انتي بترجعي سلة واحدة، وده بيوفر وقت رهيب. تامن عادة: قانون الدقيقة. أي حاجة تاخد أقل من دقيقة تتعمل فوراً، ودي عادة بتمنع 80% من الفوضى. مفيش هعملها بعدين، في أخلصها دلوقتي وخلاص. تاسع عادة: مسحة يومية ذكية. مش كل يوم محتاج تنظيف عميق، لكن في أماكن لازم تتلمس يومياً: الترابيزة، البوتاجاز، الحوض. مسحة خفيفة يعني بيت شكله نظيف طول الوقت.
10 عادة: ترتيب قبل النوم. 5 دقايق بس قبل ما تنامي، لفي بصرياً على البيت وعدلي أي حاجة. الفرق النفسي الصبح ضخم جداً. العادة رقم 11: ما تخرجيش بإيد فاضية. دي من أذكى العادات على الإطلاق. كل مرة تقومي من مكانك بصي حواليكي، في حاجة مش مكانها خديها وانتي ماشية. البيت هيتنظف لوحده من غير مجهود. العادة رقم 12: النظام مش كمال، هو استمرارية. أكبر غلطة إنك تستني تبقي مثالية. البيت النظيف مش بيت مثالي، هو بيت فيه نظام بيتكرر كل يوم. اعملي اللي تقدري عليه، بس استمري. ودي أهم 3 عادات في الفيديو كله. العادة رقم 13: واحدة تدخل واحدة تخرج. أي حاجة جديدة تدخل بيتك لازم حاجة قديمة تطلع، غير كده البيت هيغرق حاجات. القانون ده بيحافظ على التوازن طول الوقت. العادة رقم 14: التنظيف المركز. بدل ما تعملي كل حاجة مرة واحدة وتتعبي، ركزي كل يوم على نقطة صغيرة جداً: درج، رف، ركن في الدولاب، وبعد أيام قليلة هتلاقي البيت كله اتنظف. العادة رقم 15: يوم إعادة الضبط Reset Day. مرة في الأسبوع اعملي يوم خفيف ترجعي فيه كل حاجة لمكانها. مش تنظيف تقيل، لكن ترتيب شامل بسيط. اعتبريه إعادة تشغيل للبيت كله. خليني أقولك السر بقى في الآخر: الناس اللي بيوتهم نظيفة مش بيبذلوا مجهود أكتر، هم بس ما بيسيبوش الفوضى تبدأ أصلاً. ابدأي من النهاردة، مش بكل حاجة. اختاري 2 أو 3 عادات بس وطبقيهم أسبوع، وهتشوفي بنفسك الفرق. قوليلي في الكومنتات أنهي عادة حسيتي إنها هتغير حياتك فعلاً. واستنوني في فيديو جديد أقوى وأعمق قريباً. بحبكم جداً، آية إبراهيم.